السؤال الذي يتهرب الكثيرون منه: هل تشجيع المغاربة لمنتخب الجزائر في فاس هو دعم حقيقي أم فخ غير مقصود؟ رأينا في أكادير كيف تحول دعم الجمهور السوسي لمنتخب مصر إلى مادة للسخرية والجدل في بعض الصفحات، حيث وصف بالمسرحية الإعلامية للضغط على الكاف. اليوم في فاس يتكرر المشهد مع محاربي الصحراء. المغاربة يفتحون قلوبهم ويهتفون للخضر بكل حرارة، لكن هل يمكن لهذا الكرم الجماهيري أن ينعكس سلبيا؟ هل سيستغل هذا الدعم لتبرير أي تعثر أو للادعاء بأن هناك تسهيلات منظمة للجزائر كما قيل عن مصر؟ أم أن الجمهور المغربي في فاس قرر أن يضرب بكلام المنصات عرض الحائط ويتمسك بشعار خاوة خاوة مهما كانت النتائج؟ أنتم يا جمهورنا الوفي، هل ترون أن مبالغة المغاربة في تشجيع المنتخبات المنافسة تضع من هيبة ملعبنا، أم أنها قمة التحضر التي لا يفهمها إلا الكبار؟ شاركونا بآرائكم بكل صراحة في التعليقات.